بما اني اخصائيه تغذيه بيجيلي اسئله كتير من النوع ده. يا دكتوره هو انا ينفع اكل اي حاجه واشرب بعدها شاي اخضر علشان اخس؟ يا دكتوره هو انا ينفع اشرب ميه بليمون على الريق علشان اخس؟ طب انا يا دكتوره جبت توليفه من عند العطار هتخسسني 20 كيلو في الاسبوع. واحده تانية سالتني سؤال: هو انا ينفع اشرب شوربه الكرنب اللي بتحرق الدهون؟ لا طبعا، الكلام ده كله غلط. لو عايز تعرف الصح اتفرج معانا على الفيديو. معاكم اخصائيه التغذيه ساره عصام من برنامج معلومه خفيفه. بالنسبه بقى للميه والليمون على الريق ده علشان اخس، صباح التهابات المعده. اما بقى بالنسبه للميه بالليمون والكمون المغلي علشان تخس، ده تحطه على الكرنب وهو بيتسلق. اما بقى بالنسبه انك تجيب توليفه من عند العطار علشان تخسسك 20 كيلو في الاسبوع، ده هبد طبعا. اما بقى انك تعمل شوربه الكرنب الحارقه للدهون العنيده، طب ما تشرب بوتاس وخلاص، الشغلانه باظت خلاص. ازاي تشغل دماغك ضدك؟ انك تكون مقتنع انك هتشرب المرار ووجع القلب ده وتفضل تاكل اللي انت عايزه ومقتنع انك هتخس، كل ده علشان ما تعملش دايت ولا تنزل جيم اللي انت دفعت اشتراكه. انت المفروض تروح الجيم اللي انت دفعت اشتراكه ده، مش الفلوس هي اللي هتحرق لك دهونك، دي هتحرق دمنا. زي صديقه عندنا خدت النظام الغذائي بتاعها وراحت السوبر ماركت تشتري حاجات الدايت برقم معين وخلصت الحاجه على يومين. طب وبعدين؟ ما تصدقش نفسك وخلي عندك اقتناع انك طول ما انت فاهم جسمك عايز ايه من احتياجاته وازاي السعرات الزياده دي بتتخزن، مش كوبايه الجنزبيل اللي هتسيحهم. مفيش حرق هيحصل اصلا. ويفضل انك ترجع لحد متخصص يحسب لك سعراتك ويعرف انت محتاج قد ايه في يومك، علشان مش كلنا برضو نفس الاحتياجات ونفس الكميات بتاعه الاكل. يعني مثلا الربع رغيف اللي صاحبك بياخده علشان يخس ممكن ما ينفعش معاك، لانه ممكن يبقى اقل من احتياجاتك، بل بالعكس يوقف حرقك ويثبت وزنك. لا يا جماعه، الدايت حاجه ممتعه، هو روتين والتزام بس هتتبسط. وحقيقي هو ما فيهوش اي حرمان من اكل انت بتحبه، بس مش لازم تقول لي انا عايزه اكل صينيه بشاميل وتاكلها كلها. يعني ممكن تاكل حته صغيره قد كده وتبقى من سعراتنا عادي. ولو عايز تعرف سعراتك في اليوم قد ايه، اكتب لنا في الكومنتات طولك ووزنك وهنرد عليك في فيديو تاني. وقول لنا بقى، هي جنزبيل ولا زنجبيل؟